رئيس الوزراء وجه تهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأكد الببلاوي خلال حواره للتلفزيون المصري مع الإعلامي جمال الشاعر إن الشباب المصري أذهل العالم بثورة 25 يناير و30 يونيو. وأكد أيضا الببلاوي على أن الحكومة بتولي ملف الأمن أهمية خاصة، وهي ملتزمة ومصرة على إعادة الأمن للشارع المصري، مشددا على أهمية أن يشعر المواطن بالأمن على حياته وحياة أولاده وممتلكاته وحريته في التعبير. وأكد أن الأمن هو اللبنة الأولى لأي مجتمعي، وأن الأمن يسبق كل شيء، وده كلام حقيقي. وأضاف تكليف وزير مع العنف مع السلاح. أما عن تكرار زيارات الوفود الأجنبية وما وصف على أنه تدخل من قبل بعض الدول الأجنبية في شؤون مصر الداخلية، فرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي رفض هذا الأمر، وأكد أنه لا يجوز لأي دولة مهما كانت أن تتدخل في شأن دولة بحجم وقامة مصر لها سيادة، وأن إتاحة الفرصة للآخرين بتأتي من منطلق أن هم يتعرفوا على الحقيقة التي لا تعني أن يفرضوا رأيهم. يعني كل الوفود اللي بيجوا من بره دول عشان يتعرفوا على الصورة الحقيقية لما يعني يدور في الشارع المصري، إنما ده لا يعطيهم الحق في أن هم يفرضوا آرائهم. وأيضا تحدث عن المشكلات الاقتصادية، قال عنها رئيس مجلس الوزراء إن الجميع لابد أن يعي أن مصر لن تبنى بدون سواعد أبنائها، وعن تشكيل الحكومة وعدم اختيار أشخاص تنتمي لحزب الحرية والعدالة. قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إنه حين كان يقوم بتشكيل أو حين كلف بتشكيل الحكومة، فكان بيراعي أنه يتم تشكيل الحكومة من قبل أو يعني من يتولى الحقائب الوزارية يكون ناس فنيين ومتخصصين ولديهم المهارة الفنية المطلوبة في تخصصاتهم والمطلوبة في الوزارات، وبناء عليه كان بينظر للتخصص وبينظر على المهارة والكفاءة لا للانتماءات ولا للتوجهات السياسية، وأنه جاء لتشكيل حكومة من الكفاءات في مختلف المجالات، وده اللي هو حرص عليه في المقام الأول وقام بتنفيذه. أيضا الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وكان معه أيضا كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قاموا بزيارة رئاسة قوات الأمن المركزي، حيث قدم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء التهنئة لرجال الشرطة يعني لهذه المناسبة بمناسبة عيد الفطر، وأثنى على الدور الوطني اللي بيقوموا به إيمانا برسالتهم وتحقيقا لأمن المواطنين. وأكد أن الحكومة لا تدخر وسعا في تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة الداخلية تقديرا لرسالة الأمن وللجهود الوطنية التي قدمها رجال الشرطة، والحقيقة ما زالوا بيقدموها طوال الفترات الماضية وطوال الفترات الحالية بالرغم مما تشهده البلاد من تفاعلات سياسية. هذا وقد شارك سيادته ووزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية ورجال الأمن المركزي، شاركوا رجال الأمن المركزي الإفطار في أول أيام عيد الفطر المبارك. وخلال الزيارة أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن أجهزة وزارة الداخلية ماضية لتخطي تلك المرحلة التي تمر بها البلاد بكل قوة وإصرار وإيمان، وقادرة على تحقيق تطلعات شعب مصر، وده اللي احنا بنتمناه يا سيادة اللواء وبنتمنى نشوفه خلال الأيام القادمة. وجه أيضا وزير الداخلية التهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ودعا المولى عز وجل أن يعيد الله على مصر والمصريين هذا العيد بالخير والأمن والسلام. وجدد أيضا في تلك المناسبة الكريمة العهد لجموع الشعب المصري بأن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على تقديم كل ما يملكون من أجل أمن الشعب واستقرار البلاد. ننتظر الكثير الحقيقة من قوات الشرطة في الأيام القادمة لتنفيذ آخر السبل اللي هيتم اتباعها لفض اعتصامي رابعة والنهضة.